مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. النهاردة هنتكلم على رش الاسبريه في البوابة وهي راكبة وشغالة. معلش، أنا شفت صنايعية ومتخصصين يقول للزبون أنا هنضف لك البوابة ويشغل العربية ويرش البوابة هي وشغالة. تمام. أولا البوابة نظافتها حوالين الطبة النحاس دي لازما تتنضف بفرشة معجون أسنان ضروري، عشان خاطر لو عاملة عالي وواطي الوسخ نفسه عامل عالي وواطي تحت الطبة هتعمل معايا لغط في الهواء اللي داخل على غرف الحريق. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا الرشة دي بلعها مني الموتور من غير ما استفاد بيها. رقم ثلاثة وده الأهم، إن نظافة البوابة وتركيزي على نظافة البوابة لازما ولابد حساس الأيدل يبقى ليه النصيب الأكبر في النظافة. لازما الأيدل يطلع اللسان بتاعه اللي بيحكم لي الهواء وبيحكم لي الهواء اللي داخل على غرف الحريق الكمية قد إيه بالظبط، هو اللي عليه العبء الأكبر في الموضوع. لازما يتحل ويتنظف ويتضرب في قلب السوستة بتاعته اسبري نظافة. تمام. طيب كده انا بتكلم من ناحية ازاي انظف البوابة. لازم البوابة تتحل بره ويتفرتك حساس الايدل واضرب. ادي الفتحة الخاصة بالايدل اللي فوق دي اهي، لو مش واضحة في الفيديو واضحة في صبع اهي، وهوضحها برضو في الفيديو عشان ما بقاش انا مقصر معاك عزيزي المشاهد. ادي الفتحة هي فوق، الفتحة دي هي اللي بتطل على الايدل. لازما ولابد المسار بتاع الهواء ده اللي هو بيحكمه الايدل في الفتح والقفل لازما اضربه بسبراي، وبعد السبراي بنزين بالكمبريسور عشان خاطر ايه انضف كويس. تمام. دي المفروض نظافة البوابة. طب ايه خطر الاسبراي على البوابة هي وراكبة وادور الموتور والموتور يسحب مني الاسبراي؟ اول حاجة الاسبراي ده بينشف لي الربل، بينشف لي اي جلد جاب له في وشه. انا مش هي المعلومة دي الوحيدة اللي انا هركز عليها، ودي هي الضرورية في الفيديو كله، ان الاسبراي ده بترش واثناء ما العربية شغالة بينزل على غرف الحريق جوه. مين اللي بينظم لي الفتح والغلق؟ صمام الامان اللي بيرش بنزين، متحكم في رشة البنزين ومتحكم في اخراج العادم الصباب. طب فوق اعلى الصباب هنا اللي راكب جلد صباب بيخلي لي الزيت، بيشغل الكمات فوق وفي نفس الوقت بيشغل الصباب فاتح قافل، وفي نفس الوقت الزيت اللي فوق ما يهربش على غرفة الحريق ويخلي العربية تدخن معايا. الجلد ده ربل جلد والسهات والسي صغير بينشف لما يشم الاسبراي. لو ريحة، يعني مش هقولك ان الاسبراي هيغرقه، لو ريحة الجلد الاسبراي ده هينشف لك جلد الصباب. ولو الحركة دي اتعملت كتير في العربية شئت ام ابيت جلد الصباب هينشف وهتبتدي العربية تدخن معاك الصبح فقط لا غير. تدور على العربية الصبح تديها 5 دقايق دخانة من اول الدوار، وبعد ال5 دقايق العربية الدخانة تصفى فيها كده جلد الصباب تعيش انت. تمام. حبيت اعمل الفيديو ده توعية للناس عشان خاطر مفيش ميكانيك يضحك عليك ويقول لك نظفت لك البوابة من بره وهي ما تنضفتش زي الناس. انت ما استفدتش بنظافة واتأذيت في نفس الوقت ان المكنة سحبت منك السبراي، ممكن ده يضر بجلد الصباب جوه المكنة.
لو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيده ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين.